يقول لكم كان فيه شو اسمه وحدة اسمها حسن، مزيون تنزين يطير عقول. حلو. حسن هذه جاهم غزو. حلو. وماتت امها وابوها واخوانها، من بقالها؟ بقالها واحد من عيال عمها. حلو. واخذها ولد عمها وهي صغيرة وحطها عنده، قام يربيها زين لين كبرت. يوم كبرت هو يتزوجها، الاكيد انه يحبها ويموت فيها ولا يداني عليها اي شيء. حلو. هو اسمه بشر هذا ولد عمها. ويجيهم يوم بيروحون يغزون ذا بشر. يوم جاي يمشي للغزو ويروح لامه يوصيها على شو اسمه حسن، لان هي ما تطلع من الخيمه، عندهم نظام انها ما تطلع ولا تشوف احد ولا تروح اي محل. عرفت شلون؟ والله هو يروح الغزو. العجيز ام بشر تكره البنت. وش سوت؟ جابت عمودين يوم راح بشر وحطتها عند باب الخيمه، عمودين، وهي تمسك تحط على العمودين فروه. كان في رجال واقف عند باب الخيمه، وكل ما جاء الصباح ترسل العبد يروح يشوف البنت، وموصيها العبد لا راح يشوف، قالت ان كان في رجال واقف عند باب الخيمه عود لا تعطيها شيء. وكل ما راح العبد لا فيه رجال واقف عند الخيمه ويعود. هو ما يدري، مساكين، يشوف العبايه اللي واقفه ما يدري هو رجال ولا شنو. وكل ما راح عود، كل ما راح عود. وتقعد اسبوع البنت لا تاكل من عندها في الخيمه، يعني تمر وما تمر وطحين، لكن الحليب ما يجيها. وياخذ اسبوع رجالها بشر ويجي معود. اول ما جاء معود دخل عند امه يسلم عليها وينشدها عن حسن امرته. قالت والله يا وليد ان كل ما اجيها يوميا تلقى عند خيمتها رجال واقف. وهو يرتفع ضغطه وما عاد يشوف نعمه، يموت فيها ويغليها. قال بس تخوني. ويجيها ويسكت ويدخل عليها. قال يا حسن شيلي اغراضك نبي نطلع، نبي نروح لديرتي قريب. وهي تشوفها مسكينه ما ادري ايش السالفه. والله تشيل العفشه وتمشي معه. مالكم في الطويله. هو ياخذها ويروح بها ابعد عن الديره، ما مشى 3 ايام وهي ذلت استشكت من وضعه، ما هو برفيجها الاولي. وكل ما جو يرقدون ربطت شو اسمه ذوبها في شماغه، ذلت الا يقوم يروح يخليها تقعد لحالها. يحو الوكاد مع المشي تعبت، ما درت عن عمرها ورقدت. يوم رقدت ويخليها ويعود وراها ويروح يخليها. وجلست يوم قامت لا ما حولها احد. يوم اصبح الصبح وهي تلفت تعاين لا ما حولها احد. يا غدي لها صياح ونياح وابتسام ما جلهي. وهي تلقى لها هك الشجره اللي تورشع فوقها وتقوم تنسدح فوقها، شجره ما ايش يسموها والله علمتني امي ما نسيت اسمها. الوكاد انها مريحه، يعني الشجره كبيره والعالم دايم يجون تحتها، يعني يمديك تنزقط وسطها ما حد يدري عنك. المهم تجحر وسطها وتقعي. يوم اخذت شوي لفي ناس جايين من بعيد، لهم كانهم جيش. من هو؟ هو امير جاي ومعه جيشه، وهم يجون تحت الشجره ويتكون وقهوه وشاهي وبلوت وفله حجاج. ما في بلوت بس يعني قصدي انهم فالينها. المهم الوكاد البنت بغير متكتين فوق الشجره تعاين فيهم. الامير عنده تحته فيه سحله فيها لبن وسمن، السمن يعكس اللي فوقه. هو الامير ما هو بغبي، يوم انتبه ان في شيء فوقه زين. يوم حس انها بنت قال من ربعه يلا مشينا بنفسي نرجع للديره. قالوا علامك وش فيك؟ وقبل لا يمشي هو ربعه دفن في الارض في مثل البوك حق الاولين، دفنه في الارض زين ومشى مع ربعه. الاكيد يوم جو في نص الطريق قال ربعه انا نسيت البوك حقي ابى ارجع وانتم كملوا طريقكم. قال لا والله ما ترجعوا، لا. قال انا برجع وخلاهم يروحون ورجع. يوم رجع وهو يجي عند الشجره قال اللي في الشجره ظهر. سكتت هي معيت قمطت ارتاعت من المصيبه اللي عودني ذا وشبي. قال التمان الله ونتشي وجهي ما جيت لا شر ولا بلاء. هو يتحول. يوم حول شاف الزين وهو ينهب الانزاغ عقله. وكاد هو يعطيها من الحليب واللبن ويشربها ويزغطها لين ملا بطنها. هو ياخذها معه للديره. يوم اخذها للديره وجت عنده وقعدت عنده ثم عرس عليها. الوكاد انها عرس عليها وقعدت عنده واخذت لها حول سنه وشوي وحملت وجابت ولد زين. ولد عمها بشر وش صار عليه؟ عقب هالسنين نادته امه جاها مرض في رقبتها ما عاد تقدر تاكل. حلو. نادت قالت يا بشر تعال بعلمك. قالت يا وليدي شوف والله العظيم اني انا اخطيت في حقك انت وحق مرتك وتراني ظلمتها ولا هي لا سوت ولا حطت، علمتها سالفه كلها كيت. وهو يموت من الغبنه وهو تستوي عنده الدنيا، هو يحبها ويموت فيها حب نقشر. هو والله ما الا هي مجنون تتروع اللي ما يرتاح. وتاخذ امه حول اسبوع وهي تموت ويشيل عفشه ويشيل حلاله ويمشي يدور حسن. يا حسن وين انت؟ الوكاد وهو يمشي يدخل من ديره لديره لين دخل له ديره. حلو. يسمع الشباب اللي فيها يقولون والله لو انك حظ ابن عمران في حسن. زين ابن عمران من هو؟ الامير
حقهم، هو اللي لقى حسن، يعني يقصدون انه يعني محظوظ انه لقى وحده مزيونه زي ذي وخذها. يوم شاف الدعوه كذا بشر وقال بس هو ينصل بن عمران هذا الشيخ ويجلس عنده، وهو يقلط عنده وغير يتلفت يمين يسار يدور يتلفت عيونه تقلب، وغير يتعين الحسن. يا ويل شابدي يا حسن. صوت حسن يوم سمعها هو يدنها بتسوه، قام يبكي ومغير ساتر على وجه بشماغه، ما يبي الشيخ يشوفه. عاد تخبرون انتم الاولين قبل ما يسولفون الا بالقصايد، يعني قد يسولف معك بقصيده ناقتي ما عندهم مزح، السالف معك قصايد ما في. المهم يوم شاف الشيخ بن عمران يبكي قال يا حسن قومي تنظري، ضيفنا يبكي مجرم بنا يبكي وندري وش بلاه. ردت حسن وش قالت اغلى ما عندي بشر ما بتسيته، واللي غير بشر ما همني هو بتاه. يوم سمعها بشر رد وش قال يا حسن ما تجزين من جاء تعاني جاي من الشام وديار وراه. يوم درت حسن انه قالت اجزاه من غر الرهايف بحبه وحضن الرقاقن ينطوي في حشاه، خربتها. يوم سمعها بن عمران قالت هالبيتين هو ينفض عصاه على الضيف، وهو يطمر بشر قال يا حسن قومي تنظري على بن عمران ينفض عصاه، يقصد انه ينفض عصاه عليه. قالت جنب عني يا مقلح الظهر، جعلك انت واللي في الفراش فداه، تقصد ولدها نعنبوها مطرخها. يوم شاف ابن عمران ان الدعوه وكذا قال لها روحي من عندي البشر عطيه سويق ما يبغي جزاء. ويوم قاله هو قاله ولا ما قاله انه خلاص بيفكها تروح معه، يا هي تقوم ترقص وهي تقوم تعدي وهي تقوم تلحس التربان، والله هو تشيل عفشها وتحطها على الفرس مع بشر وتخلي ولدها عند العود، مع التبيه باعته عشان خاطر بشر، يعني ابو بشر ما رخمه يوم خلاها. المهم والله عاد راحوا وعاشوا في امان وسلام وغير في التربان والبران ولا تسحت تراب وجيههم، ما تم ايام غير لا يقطع. اللي يقولون هي وراها سامحته، هو ما اجودي ما يدري يحسبها تخونه، يعني زين ما ذبحها بيض له وجهه.